السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الطبيب المعالج لرضا سليم يؤكد أن لاعب الأهلي سيتمكن من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مجددا بعد شهر واحد فقط ولكن دون التحامات، وأنه سيستمر في ذلك لمدة شهر آخر أو أكثر قليلا قبل أن يبدأ الدخول تدريجيا بقوة مع الفريق، وأن أقصى مدة قد يغيبها اللاعب عن الأهلي ستكون 3 أشهر. الأهلي ينفي كل ما يصار حول رحيل خالد بيبو مدير الكرة من منصبه بسبب وجود خلافات مع كولر، ويؤكد أن علاقة الثنائي رائعة ولا يوجد بها أي مشاكل. مارسيل كولر يدرس إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الأهلي في مواجهة المقاولون العرب نظرا لتأثر بعض اللاعبين الشديد بخروج الفريق من دور السوبر الأفريقي حتى الآن، وسط الأنباء الكثيرة التي تتحدث عن رحيله. مارسيل كولر يؤكد لأنتوني موديست أمام كل زملائه أنه لاعب كبير وأنه يتوقع أن يسجل العديد من الأهداف المؤثرة مع الفريق في الفترة القادمة وما زال يثق في قدراته. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي بأنه لن يسمح بالتخاذل مجددا بعد خسارة بطولتين في بداية الموسم، وأنه سيتعامل بكل حدة مع أي شخص سيتخاذل في المباريات أو حتى التدريبات. مارسيل كولر يشترط التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز للموافقة على رحيل أنتوني موديست في يناير، ويرفض فكرة الاستعانة بمهاجم محلي بدلا منه نظرا لعدم اقتناعه باللاعبين المتواجدين على الساحة، ويؤكد أنه لا يمانع التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي لكن ليس بمفرده، وأنه سيحتاج لمهاجم أجنبي آخر صاحب خبرات. الأهلي يضم أخصائي لياقة بدنية وتأهيل جديد لجهاز كولر لتجهيز العناصر العائدة من الإصابة وإعدادهم للمشاركة مع الفريق. أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ينتقد لجنة التخطيط بالنادي ويؤكد أنها هي المسؤولة عن تراجع مستوى الأهلي بسبب اختياراتها السيئة للاعبين، ويطالب بتغييرها فورا. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على صلاح محسن بسبب تكسير أحد اللوحات الإعلانية بعد مواجهة صن داونز، وتسببه في توقيع عقوبة مالية كبيرة على النادي من قبل اللجنة المنظمة بعد خروج الأهلي على يد صن داونز من دور السوبر الأفريقي. وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر يؤكد أن الفرق الأفريقية اختلفت بصورة كبيرة عن السابق وأصبحت قادرة على منافسة الفرق المصرية، وأنه لابد أن تقدر الفرق المصرية هذا الأمر وتمنح هؤلاء الفرق احترام أكبر. رابطة الأندية بعد سؤالها عن سبب إقامة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري عصرا. مباراة الأهلي مع سيراميكا ستقام 4 عصرا لأن مباراة الزمالك وبيراميدز في الكاس ستنطلق الساعة 7 مساء، ولا يمكن وضع مباراتين مهمتين في نفس التوقيت. اتحاد الكرة يسند مهمة إدارة مباراة الزمالك ونادي زد تحكيميا لمحمود ناجي. الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20,000 ريال سعودي بسبب سلوكه الغير رياضي. أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ينفي تفاوضه مع موسيماني رغم تأكيد بعض المقربين من المدرب حدوث تواصل. الظهور الرائع لأكرم توفيق في مواجهة صن داونز قد يكون سببا في عودته للمنتخب في المعسكر القادم على حساب محمد هاني. نبيل معلول المدرب التونسي الكبير. مارسيل كولر أعطى قيمة كبيرة جدا وأكثر من اللازم لصن داونز، قد يكون لم يستوعب بعد أنه يدرب فريق كبير مثل المارد الأحمر والذي يعد من أفضل الفرق المتواجدة في القارة الإفريقية، وعندما يلعب لا يخاف من المنافس. الأهلي خرج من البطولة منذ لقاء سيمبا التنزاني، فليس من المعقول أن تكون في عام 2023 وفي مباراة العودة تجري تغيير واحد فقط. تقريبا لديك في الأهلي فريقين، فريق يلعب أساسي وفريق آخر احتياطي، والمستويات متقاربة وليست بعيدة عن بعضها. علي معلول بعد إهداره لضربة الجزاء لم نراه هجوميا مثلما نعتاد عليه، الذي يصنع أهداف ويخرج باستمرار في الجانب الأيسر، واللاعب تأثر معنويا بعد إضاعتها بكل تأكيد. علي معلول أحد أعمدة فريق الأهلي سواء دفاعيا أو هجوميا، وأي مدرب يلعب ضد الفريق الأحمر أول شيء يفكر فيه هو إيقاف الجبهة اليسرى المتواجد فيها الشحات والنجم التونسي. كولر غير مسؤول عن الخروج أمام صن داونز، والمدرب حقق نتائج وبطولات مع الأهلي، لكن يوجد لاعبين لم يكونوا في مستواهم، ومواجهة الموسم الماضي أمام الفريق الجنوب أفريقي والتي انتهت بخماسية لصالح الأخير كان لها تأثير نوعا ما على اللاعبين. تفاجأت من طريقة الأهلي أمام صن داونز، فلم نعتاد أن يلعب المارد الأحمر بهذا الشكل. أعرف أنتوني موديست من قبل، فهو لاعب جيد وشاهدته في الموسم الماضي، ولكن ما أتعجب منه هو أنه هذا ليس نفس اللاعب الذي كنت أشاهده. أشعر أن لديه أزمة ثقة.
موديست مهاجم هداف ومحترم وثقيل على دفاع المنافس، لكن حتى الآن لم نرى مستواه الذي كان يلعب به من قبل. وأرى أن المهاجم الأول في الأهلي ومصر حاليا كهربا بدون منازع. كهربا يقدم موسم استثنائي، وهناك تفاهم كبير بينه وبين الشحات ومعلول وبيرسيتاو وإمام عاشور، وانبهرت كثيرا بإمكانيات إمام عاشور العالية رغم أنه ليس في قمة مستواه من الناحية البدنية. مروان عطية أعطى ثقل لوسط ملعب الأهلي في الموسم الماضي، والأهلي من غير مروان له شكل، وبعد انضمام مروان أصبح له شكل آخر تماما. الزمالك نادي كبير ولعبنا ضده في الموسم الماضي وفوزنا عليه في تونس ومصر، والفريق الأبيض في تطور كبير، والموسم الرياضي الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي، وأعتقد قادر أن يعود للمنافسة، وأي مدير فني يتمنى تدريبه. محمد عبد الجليل. خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يصدق أنه يتولى المنصب حتى الآن، وهو من أصعب المناصب داخل القلعة الحمراء. سيد عبد الحفيظ كان يتحمل الكثير ويقوم بحل الأزمات بالنيابة عن المدرب السويسري مارسيل كولر. المدير الفني السويسري لأول مرة في مسيرته يتوج ب5 ألقاب في موسم واحد فقط، وبالتالي قد يكون حدث تغيير في شخصيته. والمدرب اعترف بالفعل للاعبين بأنه سيعمل على تغيير بعض الأمور خلال المرحلة القادمة، وحاول قبل لقاء صن داونز تلطيف الأجواء مع اللاعبين. فوجئت بمشاركة أكرم توفيق في مباراة قوية وصعبة أمام صن داونز، وابتعاد محمد هاني سيؤثر على اللاعب. هناك لاعبين أجانب تم التعاقد معهم مقابل 200 مليون جنيه ورحلوا عن النادي ولم يتم الاستفادة منهم، مثل ميكيسوني وسافيو وأخيرا موديست. فهل من تعاقدوا مع هؤلاء اللاعبين لا يفقهون شيء؟ هناك علامات استفهام حول هذه الصفقات. يجب عرض أي لاعب يطلب المدرب التعاقد معه على لجنة السكاوتنج وتقديم تقرير شامل عنه، ومعرفة مدى فائدته لأي فريق عند التعاقد معه، وهل سيصلح أم لا. ولكن ما يحدث غير ذلك، ويتم شراء اللاعبين بالفيديوهات فقط. عودة صلاح محسن كان قرار خاطئ لأنه حصل على فرص كثيرة في الأهلي ولم يحقق الإضافة. يجب استقالة لجنة التخطيط بعد فشلها في استخدام مهاجم قوي على مدار سنوات، بالإضافة للتعاقد مع كم كبير من الصفقات الفاشلة. مندهش من تراجع مستوى حسين الشحات خلال لقاء الأهلي وصن داونز. اللاعب لم يقدم المستوى المعروف عنه وفشل في المراوغة أكثر من مرة على مدار اللقاء. ومروان عطية لاعب جيد وهبوط مستواه طبيعي بعدما وصل لأفضل فورمة فنية، ويجب على الجميع دعمه ومساندته من أجل العودة لمستواه. محمد بركات. جماهير الأهلي كانت أفضل ما في مباراة الإياب ضد صن داونز، وهناك العديد من السلبيات التي ظهرت في الفريق الأحمر خلال اللقاء. عدم التركيز وإهدار الفرص السهلة وراء الخروج من البطولة، والأهلي دفع ثمن هذه النقطة بضياع بطولتين خلال شهرين أمام اتحاد العاصمة الجزائري ثم الدوري الإفريقي. الأهلي تعامل مع لقاء الذهاب ضد صن داونز بشكل مناسب رغم انتقادات الكثيرين، وقدم أفضل ما يمكن في تلك المباراة. في بعض المباريات عندما يلجأ الأهلي للدفاع لا تسألني عن شخصية الفريق المعتدى لأنه يواجه منافس قوي ومزعج، وبالفعل الأهلي أغلق المساحات وكان في طريقه للخروج بالتعادل لولا خطأ فردي. الفريق أقل من مستواه في الموسم الماضي لكنه يحافظ على هويته الكروية، وهو بالفعل أكثر فريق استطاع تقديم أداء كروي ممتع في القارة السمراء حتى إذا لم يحقق البطولات. كولر مدرب كبير وحقق العديد من الألقاب، ولا يصح أن يتحدث البعض عن عدم قدرته على قيادة الأهلي. البعض يردد نغمة ليست صحيحة بالمرة ويقول أن بعض اللاعبين لا يصلحون لارتداء تيشيرت الأهلي، وهذا غير واقعي بالمرة، لأن هؤلاء اللاعبين حصدوا كل الألقاب تقريبا في الموسم الماضي. نعم هناك أخطاء، ولكن ليس مقبول أن يهاجم البعض المدرب كولر ولاعبي الأهلي بهذا الأسلوب. الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق ليس جاهز بالمرة رغم نجوميته الكبيرة في تجاربه السابقة مع بروسيا دورتموند الألماني. موديست لاعب صاحب تاريخ كبير ولا ينكر أحد ذلك، لكنه ليس جاهز. وأتذكر منذ عام تقريبا كان نجم الشباك في لقاء بايرن ميونخ بالدوري الألماني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل. للأسف الثنائي محمد شريف ووليد أزارو تعرضوا لظلم واضح رغم أنهم امتلكوا قدرات تهديفية كبيرة وسجلوا العديد من الأهداف.